النهاردة هنجاوب على سؤالين بيتكرروا كتير جدا. أول سؤال بيقول: هل حب العزلة وكراهية النفس مرض نفسي؟ طيب خليني أقولك من الأول، مش كل عزلة مرض، ومش كل حب للوحدة مشكلة. في فرق كبير قوي، لأن في ناس كتير بتخلط ما بين إن العزلة إمتى تبقى مرض وإمتى تبقى حب للوحدة. في فرق كبير بين إنك تختار العزلة وبين إن العزلة هي اللي تختارك. حب العزلة الطبيعي ده بيكون راحة، هدوء، بشحن طاقتي من جديد. لكن العزلة اللي محتاجة بقى ان احنا ننتبه كده ونعرف ان ممكن داخلين في مشكلة، لما بتكون جاية من خوف او تعب او وجع متراكم بنبتدي نقلق. ليه؟ لان العزلة بتبقى هروب مش اختيار، بتبقى خوف من الناس، مش ان انت بتكون مفضل كده. لو وصلت لمرحلة انك مش مرتاح مع الناس ولا مرتاح وانت لوحدك، ساعتها العزلة مش بتبقى طبع، دي بتبقى رسالة او تحذير. مهم جدا تعرف ان اللجوء لمختص نفسي مش معناه انك مريض ولا ان فيك حاجة غلط. العلاج النفسي للناس اللي تعبت ومش عايزة تكمل تعبانة. السؤال التاني اللي معانا واللي هو بيتكرر بشكل كتير جدا مع الناس وبيسألوا عنه بأشكال مختلفة، اللي هو وسواس الموت. طيب وسواس الموت هو ان فكرة الموت بتيجي في بالك وتفضل تلف حتى وانت كويس، او حتى لو مش بتلف عليك انت شخصيا هتلاقيها بتلف على حد انت بتحبه، يعني بتبقى خايف عليه. تحس فجأة ان الموت قريب منك قوي، او من اي حد انت بتحبه او خايف عليه. حقيقي الاحساس ده مخيف ومرعب ومرهق جدا جدا جدا، بس مهم تعرف انه مش احساس حقيقي ولا علامة ان حاجة هتحصل. ده وسواس. يعني ايه وسواس؟ يعني فكرة ملحة. فكرة ملحة يعني بتيجي من القلق مش من الواقع، ومهم جدا تفهم ان هي بتيجي من القلق مش بتبقى من الواقع، يعني ملهاش أدلة حقيقية موجودة في الواقع. الوسواس ده مش خوف من الموت نفسه قد ما هو خوف من فقدان الأمان. ومهم قوي تعرف الجملة دي، ان الوسواس ده مش خوف من الموت نفسه، هو خوف ان انت تفقد الأمان. طيب لما القلق بيعلى والعقل بيوصل له الفكرة دي، لازم الجسم يبقى ليه ردة فعل، فبيدخل الجسم في حالة من التوتر وضربات القلب السريعة والتنفس اللي يضيق وأحيانا زغللة، وحسب كل واحد والأعراض اللي بتظهر له. ليه؟ لأن العقل بيفسر الإحساس ده على إنه هو خطر، فيفكر في أسوأ احتمال اللي هو الموت. عشان كده الفكرة بتيجي حتى من غير سبب واضح. علاج وسواس الموت مش إنك تطرد الفكرة ولا تقنع نفسك بالعافية. العلاج إنك تفهم إن دي فكرة قلق وما تمشيش وراها، يعني فكرة مؤقتة وهتروح من الآخر كده، ما تطوعهاش. مع العلاج النفسي خصوصا المعرفي السلوكي الفكرة بتضعف والخوف بيهدى، وأحيانا العلاج الدوائي بيساعد، ومش معناه ضعف. وسواس الموت قابل للعلاج، والناس بتتحسن لما بتفهمه صح وتطلب الدعم. الخوف اللي حاسس بيه مش معناه انك هتموت، معناه انك محتاج امان اكتر ودعم اكتر، ومهم جدا تفرق وتدرك الكلام ده. السؤال الثالث اللي معانا هو من الاسئلة الحلوة جدا واللي عجبتني. بيقول ان هو يشعر بالملل وفقدان الشغف تجاه الشخص اللي كان بيحبه، على الرغم ان ده ما كانش موجود في الاول. طيب خليني اقول لك حاجة مهمة قوي، ان الملل وفقدان الشغف تجاه حاجة احنا كنا مرتبطين بيها قبل كده، ده معناه انك مش شخص جاحد. معناه ان احنا مشاعرنا مش ثابتة ومتغيرة وما بتفضلش بنفس القوة طول الوقت. اوقات اللي بيختفي مش الحب، اللي بيختفي هو الصورة اللي احنا رسمناها في دماغنا. ممكن تكون كنت متعلق بالشخص ده قبل كده في فترة عشان كنت حاسس مثلا بعدم الامان، او علشان كنت لوحدك. لما الاحساس ده هدي بديت تكتشف انك عادي ممكن تكمل من غيره. وده سؤال مهم تسأله لنفسك، هو أنا فقدت الإحساس تجاه الشخص والشغف تجاهه، ولا أنا كنت محتاجه في فترة معينة ولما اتعديت المرحلة دي خلاص حاسس إني بقيت مش محتاجه؟ مهم جدا تعرف هل هو كان ليه دور في حياتك في الفترة دي، وبعد ما بقيت كويس خلاص هو أدى الدور ده وانت ما بقيتش في حاجة ليه. لأن ساعتها هو ما بيبقاش حب، هو بيبقى تعلق بالفكرة ذات نفسها مش بالشخص.